السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة وأحسن حال. اذكروا الله لا إله إلا الله، وصلوا على حبيبنا وشفيعنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله، أشكركم من قلبي كده على كل الكومنتات الحلوة اللي دايما بتكتبوها لي في كل فيديو. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا. دايما بتجبروا بخاطري كده وبتفرحوني بأي حاجة بنزلها. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. انا مستاهلش والله كل الكلام الحلو اللي دايما بتكتبوه لي. بجد والله ان انا كتير على الكلام الحلو اللي دايما بتكتبوه لي في كل فيديو. رب يسعد قلوبكم يا رب، ويجبر بخاطركم جميعا يا رب، جبرا يتعجب لي اهل السماوات والارض. ويسعد قلوبكم كده، ويجعل الفرح والسعد كده قدامكم وتحت رجليكم. وزي ما انتم بتدعوا لي انا دايما كده هدعي لكم، ربنا يديم المحبه ما بيننا يا رب. امين يا رب العالمين. ويرزق معايا البنات الحلوه اللي معايا في القناه بالزوج الصالح، يفرح قلبهم يا رب، ويجبر بخاطرهم كده، ويرزقهم الزوج الصالح. ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب. كل نفس في حاجه ربنا يديها له ويحققها له، ويخلي لكم ولادكم يا رب وتشوفوهم كده زي ما تحبوا تشوفوهم. وربنا معاهم يا رب. امتحانات بقى اولادنا واولادكم ربنا معاهم يا رب، ان شاء الله بالنجاح والتفوق ان شاء الله. تعالوا كده نعمل روتين بسيط كده من روتينات ام محمد البسيطه. قلنا ايه يا حبايبي؟ رحنا جبنا كيلو ونص سمك مكري، طبعا نوع السمك دوا غالي يعني. طبعا انا كان زمان دايما بعمل السمك اللي هو انتوا كنتوا بتشوفوه دايما، اللي هو اللي كنت بجيبه الاولاني دوا، اللي هو الجرموط. كان عندنا اسمه السمك الجرموط، فانتوا قلتوا لي دايما يا محمد نوع السمك ده وحش ما تجيبيش تاني وكده. فانا طبعا ايه بطلت اجيبه. فعلا ناس كتيره غير انتوا كنتوا بتقولوا لي، في ناس جات لي نوع السمك ده وحش، اللي هو النوع الجرموط. السمكة دي طبعا نظيفة، اسمها سمكة مكري ونظيفة يعني، بس ايه غالية. رحت كده يا حبيبي جبت كيلو ونص، وقلت ايه بدل انا كل مرة طبعا ايه بجليه كده واعمل شوية سلطة جنب. قلت بقى النهاردة اعمله ايه صينية كده. زي ما انتوا عارفين ام محمد بتعمل كل حاجة ببركة ربنا كده، وبعمل بالموجود والحمد لله. الحاجة بتبقى زي الفل والحمد لله، فضل ونعمة كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. اهم حاجه طبعا ربنا يكفينا شر المرض ويعافينا ببدننا، ويرزقنا الصحه والستر وراحه البال. امين يا رب العالمين، احنا وانتم وكل من قال امين يا رب. امين يا رب، يسر اموري واموركم يا رب العالمين. هنا يا حبيبي قلت احط بقى في معاهم كام بطاطسايه كده، وقلت ايه اعمل كده، اعملهم صينيه كده، وايه نعملهم عشاء للعيل. هم ولادي يعني برضو في السمك، يعني في اكل السمك مش قوي يعني وكده، لان السمك انتوا عارفينه في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش. بس انا طبعا من نوع من الناس اللي بتحب السمك دوا يعني. بصوا، آه، السمك المكري دوا بصراحة يعني طعمه حلو، واحلى من السمك اللي هو النوع اللي انا كنت بجيبه ده. يلا بقى بتمنى حطوا لي لايك حلو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم، وكومنت حلو للفيديو كده يفرحنا ويجبر بخاطري، ودعوة حدا دعوة كده جميلة من قلوبكم الطيبة. ولكم بالمثل طبعا، ربنا يخليكم ليا يا رب، ويسعد قلوبكم جميعا يا رب. بفرح لكل كومنت حلو بتكتبوه لي في القناة والله، فرحوني والله العظيم. ولا ببص للمشاهدات ولا ببص لاي حاجة، انا بفرح للكومنت اللي بلاقيه كده جبر بخاطري. ربنا يجبر بخاطركم جميعا يا رب. اهو يا حبايبي عملتها كده. كنت طبعا غاسله السمك غسله تمام، كنت بليمون وملح وكده، وكنت وتبلته، وبعدين ايه حطيتهم كده في الصينيه. عملته كده بطريقتي السهله والبسيطه كده، ما كلفتش في حاجه يعني، عملت بالموجود في اللي في البيت. زي ما قلت لكم يا حبايبي، انا مش بقول لحد اتعلم مني حاجه، بس انا بشارككم اكلي بس مش اكتر. بالنسبة للفيديو اللي عدى يا حبايبي، اخواتي طبعا كتير سألوني عن لمعان المواعين كده. انا طبعا عايزة اقول لكم انتم اصلا عينيكم حلوة يعني، بصراحة انتم اللي شايفين كل حاجة حلوة عشان عينيكم حلوة. انا والله يا حبايبي مش بغسل المواعين الا طبعا ايه السلك والبريل العادي، مش بكلف في حاجة يعني، بعمل بالموجود زي ما قلت لكم. الخلطة اللي بعملها في الفيديو بغسل منها المواعين وكده، بس انا ايه بتكة شوية يعني على ألمونيا وكده، لان نوع المواعين اللي عندي ألمونيا كده، مش يعني مش حاجات فاخرة يعني، فأنا بحب أنضفهم كده وأخليهم إيه بتك عليهم شوية عشان يبقوا نضاف يعني. ربنا يخليكم ليا يا رب، دايما بتجبروا بخاطري وبتفرحوني وبتسعدوني بكلامكم الطيب والله. رب يسعد قلوبكم جميعا يا رب، وانتم طبعا والله العظيم تاج على راسي والله العظيم. اهو يا حبيبي كده عملتها كده، عملتها بطريقه كده سهله وبسيط. حطيت لها بصل وطماطم فلفل اخضر وزيت، وكنت منضفه السمك ومتبلاه، وقلت اعملهم ايه في في الفرن بتاع البوتاجيز. اهو يا حبايبي اهو.
طبعا حطيتها شويه كمان، قالوا لي كمان نشف عليها شويه كمان. بعد ما خلصت الاكل يا حبيبي قلت بقى نطلع نروح عند الفراخ. بصراحه الواحد خايف ان هو يجي، يعني الناس هنا بتقول ان بيجي امراض كده قبل شهر رمضان للطيور، فربنا يسترها يعني. قلنا نطلع عند الفراخ كده، وطلع معايا مكة ورانا بيحبوا يطلع عند الفراخ عشان البيض. بصي يا حبيبي، طبعا انا مسطحه لهم كده بشويه عبش وبتاع كده. قلت ايه، جالوا المكان اللي بيبقى مسطح دوت، طيور يعني ايه بتعدي من الريح اللي بيجي دوت. صراحه بخاف على الفراخ، يعني انا بزعل لما بيجي الريح كده بياخد الفراخ. بصوا كانوا فرحانين بالبيض، طلعوا لقيوا بيض تحت الفراخ. وكمان يعني الفراخ بالذات عندنا كده، دايما الجيران تقول لي ما نكنس تحتيها عشان خاطر ايه، ما ياخدش العدوى من الارض. فانا كنت سايبه التراب نشف تحتيه، عشان انتوا عارفين الفراخ بتنبش وكده. بس قلت بقى المهم بقى النهارده، انت عارفين التراب ده اللي تحتيهم ده طبعا بيتباع عندنا. يعني في واحد بيجي يشتري الشكاره، بيشتريها كده تعبيها شوال كده شكاره، وبيجي ياخده. بس هو ناشف. قلت انا بقى هلمهم كده واكومهم كده وابقى اعملهم كده في شوال وادهم. طبعا مش بنسيب تحت التراب تحت الفراخ يا حبيبي، عشان خاطر الفراخ بتحب تنبش وعشان ما تاخدش امراض من الارض، غير البط خالص. لكن البط دايما بننضف تحتيه اول باول. مكة ورانا طلعوا معايا برضو ايه، كانوا عايزين ينضفوا معايا وكده وتحتيهم ربنا يسترها بقى والله. بصوا، الطيور حلوه في البيت وكل حاجه، بس بتخانق انا وجوزي والله بسبب الطيور دي يعني بصراحه. لان طبعا انتوا عارفين الطيور دي مكلفه، يعني بتاكل برضو كل حاجه، بشتري لهم الاكل ده يوميا يعني. بس بقول ايه، بلاقي بيضه تحت الفراخ، بنلاقي حاجه نذبحها. يوم كده يوم، في يوم ما فيش، نمسك بقى ايه حاجه من الطيور دي ونذبحها ونجيب الخضار بس. بينفع برضو يعني. وانا طبعا ايه يا حبيبي من عشاق ربايه الطيور، يعني احب اربي الطيور في البيت. وكل حاجه نعمه وفضل في البيت والله العظيم، وبتنفع يعني. اه يا حبيبي قلت الم بقى. بصوا نشف تحتيهم يعني تراب، ده هكومه كده واعبيه كده وايه. والراجل بيجي يشتري، شفت التراب ده، وبياخدوه طبعا ايه بيكبوه للزرع. بياخدوه سبخ للزرع. حتى السبخ بتاع المواشي ده وبيشتريه برضه. الراجل برضه بيلف بالعربية كده وبيشتريه. قلت ايه بقى، طلعت روقت حواليهم كده يا حبيبي، كبيت لهم طبعا برسيم. كنت قصاب المقص، ورميت لهم كيلو قمح، جايبه لهم كيلو قمح. طبعا الفراخ عندما بتكبر كده وتبيض بشتري لها. كنت بجيب لهم هم صغيرين علف اللي هو البيتي. وبعدين دلوقتي بجيب لهم ايه قمح. وكل حاجه بتنفع في البيت والله يا حبايبي. بص مكة ورانا كانوا ايه عايزين برضو ينضفوا معايا كده ويكنسوا معايا، بيحبوا يطلعوا عند الفراخ علشان خاطر البيض. اللي جه بيضة يبقوا فرحانين هما الاتنين.